السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم برنامج شورت وفانيلا مع أخوكم محمود. يلا باللايك يا غالي، واللي يحبنا يشترك عندنا. نقولها تاني، اللي يحبنا يشترك عندنا. اللي يخش يتفرج على الفيديو اعمل اشتراك ويكتب تعليق. ماشي يا حبايبي، اخواتي وحبايبي، ومسي على اخواتي وحبايبي اللي بره مصر وجوه مصر. النهارده موضوع الحلقة بتاعتنا أخبار الأهلي وأخبار المنتخب عن تعادل 1-1، وفضيحة نادي الزمالك اللي خلاها طين، وراح طبعا رايح لعب هناك في نصر الليبي. طبعا ايه، مش عايز احرق الحلقه. اما نخلص اخبارنا الاول كده نخش على فضيحه الزمالك اللي طبعا الجماهير كلها جالها شلل امبارح. اما نخلص الاول ايه اخبار النادي الاهلي، يبقى اخبارنا عن المنتخب واخبارنا عن النادي الاهلي واخبارنا عن الزمالك. اول خبر معانا طبعا كل الناس بتتكلم على قضيه فتوح. قضيه فتوح خد سنه مع كافه التنفيذ وغرامه 20,000 جنيه. ده ايه اخبار فتوح، سنه مع كافه التنفيذ و20,000 جنيه. احمد فتوح يعني كده القضيه شبه منتهيه، بس خلال 3 سنوات اذا عمل نفس الحوار تاني هيتحبس سنه مع الشغل. بيدينه 3 سنين مهله، عمل حاجه تاني هيتحبس سنه مع الشغل. ده النهارده بخصوص فتوح. معانا خبر تاني عن يحيى عطية الله. خبر من النادي الاهلي عن يحيى عطية الله. الاهلي اشترى يحيى عطية الله 3 سنين. الاهلي اشترى يحيى عطية الله من سوتشا الروسي 3 سنين. ده بقول لحضراتكم عشان الناس كلها كانت مستنيه ان انا اقول من الفيديو اللي فات الاهلي اشترى 3 سنين. طبعا الناس كلها فرحانه بالمنتخب المصري بتاع امبارح، المنتخب الجون بتاع طاهر محمد طاهر. طبعا كلكم شفتوا طاهر محمد طاهر والجون اللي جابه والتألق 10/10. ونرجع نقول طاهر محمد طاهر الفضل كله يرجع لكولر. كولر هو طبعا اللي وجه طاهر محمد طاهر واشتغل على نفسه، ان طبعا المفروض كان الاهلي ماشيه السنه اللي فاتت. طبعا طاهر اشتغل على نفسه، وطبعا طاهر لعيب كبير اشتغل على نفسه جامد جامد. وطبعا راح المنتخب جاب جون جميل طبعا في الماتش بتاع كان فيردي. جون صراحه جون جميل جميل يا طاهر محمد طاهر. شابوه اللي طاهر محمد طاهر، لا تعليق طبعا، جون جميل جميل جميل. سقفوا على الهوا شابوه لطاهر محمد طاهر، جون جميل 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 صراحه. لعيب اشتغل على نفسه ولاعيب. وطبعا كل رجع لكورر ان هو طبعا وجهه وقف معاه في التدريب ووجهه. طبعا طاهر محمد طاهر جون جميل جميل جميل، اول مره راح منتخب واول جون يجيبه مع المنتخب. وطبعا كل الاعلام فرحان بطاهر، طبعا كله قال لك طاهر مش قد كده، طاهر مشوه. رجع طاهر احسن من الاول وعمل جون جميل ورفع طبعا اسم مصر 1-1. عارفين ان الماتش اصلا تعطيل حاصل، بس برضو شابوه لطاهر محمد طاهر. اما الانذار اللي خده محمد الشناوي امبارح، طبعا كان اتفاق بين محمد الشناوي وحسام ان هو ايه عشان راح يوقف مين، مصطفى شوبير او ايه احمد الشناوي عشان يريحه عشان الماتش اللي جاي. طبعا انتوا عارفين ان تعطيل حاصل بتاع يوم الثلاث بتاع ماتش بتسوانا، ده تعطيل حاصل. طبعا بيريح اللعيبه طبعا عشان ايه داخلين على كاس افريقيه طبعا 2025. وطبعا الاهلي عنده ماتش الاتحاد طبعا اكيد بيريحوا طبعا معروفه. طبعا محمد الشناوي واقف بالكوره لحد ما خد انذار. طبعا كلكم شفتوا ان هو تمثيليه، باين انها تمثيليه ياخد انذار معروفه. طبعا الحاجه طبعا قدام حضراتكم يعني ده اللي هو ايه بخصوص المنتخب. اما طبعا نخش على الكارثه والفضيحه واللي ملهاش طبعا لازمه. الزمالك اتغلب 2-1 من نصر الليبي في اعتزال خالد حسين. لعب في ليبيا قعدوا لك شماريخ ورموا شماريخ ورموا لعبه مش شايفه. ده الجون دخل فيكم في 12 ثانيه، يعني ما كملتوش 10 دقايق. مش عارفين تمسكوا نفسكم يا فرقه يا كبيره اللي خدتوا كاس افريقيا من الاهلي. مش عارفين تمسكوا نفسكم وتقولوا ابطال القاره ومش ابطال القاره ومش ابطال النيله. ايه ده؟ ده 12 اول 12 ثانيه يا اخي العالم حرام عليكم. اول 12 ثانيه مش عارفين تمسكوا كوره ولا اي حاجه. فين بقى اللي هو اللعيبه وفين وفين وقاعدين فلوس كتير يعني انتوا رايحين ماتش اعتزال وتتغلبوا. طب هتعملوا اي حاجه، دفعوا. حط ده كان نصر الليبي كان بيلعب يعتبر على الواقف، لو ضغط عليكم كان حط فيه 5-1. وشيكابالا الزحلق عمال ياخدوا منه شمال، والجون هم اللي حطوه جون اوفسايد. باينه قوي رفع الكوره واداها التاني بدماغه والجون واقف، باينه اوفسايد. واتحسب طبعا كون كالعاده ان الزمالك حتى احتواء في ليبيا، يعني احتواء هنا واحتواء في ليبيا. وطبعا كالعاده فرحوا الزمالك واتغلبوا برضه 2-1 كالعاده. انا مش عارف انا بصراحه يعني ماتش اعتذار وبتتغلبوا، انا مش عارف.
يعني انا مش... وطبعا احمد سليمان طالع بالليل يقول لك احنا خدنا فلوس كتير، خدنا فلوس كتير، خدنا 100000 دولار. ايه 100000 دولار؟ الاهلي واخد 1,500,000 في اعتزال خالد سعد اللي لسه هيتلعب. 1,500,000 ده خالد احمد سليمان يقول لك احنا خدنا 100,000 دولار، اغلى فلوس خدناها في الاعتزال. ايه 100,000 دولار؟ انت بتتكلم ازاي؟ انت بتكذب وتصدق نفسك ليه؟ طب اشتروا اللعيبه طيب، طب بيعوا زيزو وهاتوا لعيبه. مش عارفين تجيبوا اي حاجه، ولا عارفين تخلصوا في زيزو، ولا عارفين تلعبوا. ايه ده؟ ايه المهزله دي؟ حرام عليكم والله العظيم ثلاثه، حرام. ده حرام، اسم الزمالك كده بينزل في الارض، حرام والله، حرام حرام حرام. يعني ماتش ودي وتتغلب، يعني انا مش عارف بصراحه، انا حاجه تنرفز وتحرق الدم. الجماهير هيجيلها شلل. نادي الزمالك يعني صراحه انا مش عايز اقول اكتر من كده، لان طبعا لا تعليق. قال لي طبعا انت تتخيل الجماهير، وكمان طبعا هتموت في بيوت عارف الماتش ودي طبعا، بس ناس متضايقه وزعلانه. انا اخش اكل طبق البليله. البليله، هو تنسى طبق البليله. فضيحه وعار على الكره المصريه، فضيحه وعار على الكره المصريه. هو تنسى طبق البليله. ده في اخر الفيديو بتاعنا. انا اقول لك على حاجه، اهم حاجه اللي يحبنا يشترك عندنا. اعلى باللايك يا غالي، اعلى باللايك واشترك. اللي بيحبنا يشترك عندنا، اللي يخش الفيديو ويشترك ويديني التعليق. اللي يخش يشترك. وده كانت اخبارنا النهارده مع شورت وفانيلا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.